الكؤوس الافريقيه بمختلف مشاربها 14 مره كملها بالافراح فقط لتوال في 2007 نحاها. نتمنى ان نشاهد نهائي كبير يليق بافريقيا وخاصه ان يعود الترجي بالنجمه الخامسه. 3 دقائق في الشوط الاول في هذا النهائي في القاره امام اكثر من 60,000 متفرج. يجري كره شحات خطيره بالراس مش مقدور والهدف الاول 1-0 للنادي الاهلي 1-0 هدف مبكر جدا للنادي الاهلي عن طريق رامي ربيعه. دخلت جدا من اول كوره هدف كان ممكن تفاديه خطا فاخر كوره من تقاه حط الكوره يلعب لوحده وبقى لمسه يد الحكم شيخون فيها لمسه يد والحكم وطلع بالكوره عن طريق عاشور حتى المرتدات فما الكونترات خطوط الاهلي الان يمشي امام عاشور امام في الميدان امام عاشور يراوغ بسهوله الان رياح يرسل الكوره خطيره شوط ومرت سلامات كوره ويسام ابو علي. فرصه كبيره ترجي يلزم يهاجم ولكن بتوازن شاهدوا لمسه اليد فما لمسه يد واضحه جدا على امام عاشور. مرياح كره غاده من ياسين للنادي الاهلي خطيره من الدفاع مش متوازن وصعبه يشتغلوا بالراس وترجع الكره مره اولى مره ثانيه حتى انه مرياح ويشوط كارسيتاو مش ممكن هذه الاخطاء الفرديه لحد الان في ال20 دقيقه الاولى الاخطاء الفرديه تمكن الاهلي منها. اصابه في وسط ترجع بالكره عن طريق عطيه وكره للترجي الذي تونسي حذاري مش ممكن يغشى مش ممكن وكاد يكون الهدف الثاني كاد يقضي غشه احلام الترجيين في هذه الكره وهذه الهفه. برشا ممتاز جدا بالوصول الى النهايه. يمشي شحات رد بالك وكره برا ليش نهائي الدقيقه والراحه والوجه مطلوب. ترجع الكره عن طريق امام عاشور يمشي الكره فؤاد حط الكره باش يشوط الكره ويصدرها مماش في وقت الحديث على انه الترجي زي يشوط هاو يظهر لي المسؤولين الان. ترجع الكره من غيلان الاهلي يضغط والكره خطيره جدا للنادي الاهلي مش ممكن خطا فادح ويدخل الدفاع. الترجي مش موجود في هذا الشوط الاول. عبد المنعم شحات عاشور يلعب كوره مباشره رد بالك. النادي الاهلي قاعد يستعمل في اسلحته. النادي الاهلي لازم مره كملها بالافراح فقط لتوال في 2007. نتمنى ان نشاهد نهائي كبير يليق. ترجع كوره بن حميده غشه باين يمشي مدام 1-0 لسنا حيين يمشي الكوره اساس يرجع اساس يمشي حط الكوره يتقى يمشي شوط يتقى شوط كوره على شوط تسديده من حسام القاع. ترجع كوره روشي اولو حط الكوره بن حميده لا توجاي اساس رودريجو يلا يا اساس جول لا مش ممكن كرة البطولة يا يان كرة بالتالي المدرب عنده اسمه بينما الخطاب فاتح في الترجي بن حميده وللكرة خطيرة جدا الحارس مماش كرة البطولة يا مماش كرة البطولة من مماش قطع النظر على انه تسلل او لا الحكم قال ما عطيتش الاذن بالاستئناف اللعب. وهذه الدقائق اللي مشيت على حساب شكون شوفوا كيف يصيروا الدقائق. فرصة وحيدة في رادس فرصة وحيدة هنا دقيقة تمنعت في المرتين كرة كانت داخلة وخرجت بينما عاشور ممتازة من مماش. الذهاب نفس السيناريو ماتش الذهاب قولوا لي بربي الفنيين انا ولا غلط. نفس التغييرات نفس التوقيت يجاوبوا كولر بتغييرات اخرى يكون المباراة. امشي يا بوكيا امشي بوكيا يلا بوكيا امشي والكرة لحارس شوبير الكرة يمشي للاخر صنعت فارق لحد الان. كرة من عفشة والعارضة الخطيرة وتمشي كرة من كهرباء والتسديدة والدفاع يتصدق بلو بعد 180 دقيقة كيفاش في الجرية يسبق بوكيلا تفهم كل شيء ممتاز من عفشة يمشي بوشليبة القاضي ترجي والحكم شيقول يقول ضربة مرمى استنى ايش فما وين المخرج البرتغالي اذا فما حاجات ايش قال الحكم في بينالتي املاني بوكيا لازم نعاودوا نشوفوا اللي عاد لازم نعاود قمة فينال الشامبيونز ليج معلول في تشكيلة النادي الاهلي في راي 4
دقائق لعب في الشوط الاول. نتيجه صفر. صفرة الترجي في الهجوم. يمشي رودريجو ترجع كره عبد الملعب يلا ياساس وكره ترجع الى اوت في اصابه البدايه من علي معلول. الكثير ما تألق ضد الترجي في استاد رادس وكلنا يذكر ويتذكر فينال ربع نهائي 2017. سجل هدف وصنع هدف. سجل حضوره في كل القمم الافريقيه معلول ضد سان داونز ضد الرجاء ضد الوداد ضد الترجي. منيح كره من تقال يمشي كره ياساس الاهلي في الشكل الدفاعي منيح في التوجه الهجومي يمشي كره بن علي حط الكره خطيره بعيده شافها قاع وصل الكره سجل مش ممكن الكره تمنعت على رودريجو مش ممكن الكره نفضت الترجي اول كره اخطر كره هذا عنوان الدوله هذا عنوان البروز هذا عنوان بلوغ الرجل الرائع مصطفى شوبير انت رائع يا تقاع اضرب يا رودريجو والكره ابدا الدخول. اول فرصه للترجي مش ممكن دقائق في المقابل في تغيير اضطراري للنادي الاهلي خروج علي معلول في 6 دقائق من الشوط الاول. التغيير الاول للفريق الاهلاوي يدخل كريم فؤاد بديلا ترجي بادي مليح لونتان باهي برشا يصاب علي معلول ان شاء الله لاباس عليه ترجع كره طويله رامي ربيعه الكره الثانيه ياخذ فيها النادي الاهلي يعكس الوجود خطير من الاثنين رد بالك ترجع كره ايش عملنا في هذه كره من منيح الاهلي يضغط والتسديده والكره على المرمى. بدا الاهلي يتحرك ويفرض شخصيه البطل. بدات شخصيه الاهلي تظهر في الفينال. حاجه 25 دقيقه لعب في الشوط الاول كنت نتصور كنت مكان مناسب فامل في انتظار والترقب من الجانبين. دفاع الاهلي ام هجوم الترجي يمشي دقه خطيره وجياولو وضربه مرمى من التوغول. كاني اشاهد الشوط الاول من نهايه 2018 بمعطياته التكتيكيه يواصل الدور ويشجع بشراسه وطراوه والكره خطيره حتى قريبه جدا وفيق يا مخرج. كره كانت من غيلان الشعلاني 41 دقيقه لعب في الشوط الاول 0-0 بين الترجي والنادي الاهلي. خساره هذه لو كانت في المرمى كانت تدخل. الشوط الثاني رسميا مصطفى غربال ينهي تفاصيل الشوط الاول هنا في استاد رادس الاولمبي في يوم النهائي الافريقي. الترجي السفري القاهره غربال يقول الشوط الثاني لتامين ابتسام واقتراب من التتويج فليكون صانعه الترجي التونسي ام يكون رودريجو صنع الدين ولكن لم يسجل البرازيلي داخل. كره خطيره بالراس صعبه جدا وضعت الكره للترجي الرياضي. فرصه خطيره والكره قريبه من كره ثابته. ساس رودريجو على القائم الثاني ووصول متاخر لياسين مريح. قلت اهميه الكره الثابته في هذا النهائي. الاهلي اللي تقريبا خسر السلاح هذا بخروج معدول. شوف الكره على القائم الثاني ومحاوله خطيره جدا على دفاع النادي الاهلي. كره تحولت بامتياز من رودريجو ولكن وسط الميدان يتفوق الفريق المصراوي في الكره الثابته تمشي خطيره من وسام ابو علي يلعب الكره عن طريق امام عاشور وصول الكره من الجهه اليسرى الشحات يدخل الشحات والدفاع والكره الثانيه من عاشور والكره برا خطيره جدا. ردة فعل النادي الاهلي سريع جدا. الاهلي وقت يلقى مساحات شخصيا اجد الاعذار لكارتوزو انه ما يحبش الجزاء لانه كنا نعرف اذا فما مساحات الاهلي سيستثمرها. شوف الخطوره اول مره يلعب وحده هاولو بعيد عليه يمشي الخطير عاشور اول دخول لمنطقه الجزاء ترجع الكره من غيلان الشعلاني. غيلان يحاول استثمار خبره السليم الكره ترجع بالراس خطيره جدا رودريجو روجياولو والكره قريبه من التوغولي ولكن في رايه صفار في تسلل على الترجي الرياضي. تسديده اخرى محاوله اخرى للترجي في مباراه ونهائي الفرص القليله كان تسلل مساعد رفاع الرايه على مريح. شوف التحضير من رودريجو كره كانت قريبه من روجياولو لكن في كل الاحوال حتى لو دخلت سيلغى عام ولاحظوا من الجانبين في هذا اللقاء خاصه في الشوط الثاني فماش مجازفه فماش ريسك. ترجع كره من عاشور تسديده ممتازه جدا وخطيره جدا من امام حذاري من اخطر اللاعبين في النادي الاهلي. تسديده اخرى على مرمى مماش. شوف ولا لاعب يضغط ورد بالك تخلي مساحه لامام عاشور. سجل اهداف في اخر اسابيع النادي الاهلي في الدوري بهكذا طريقه. الاهلي اللي من ماتش مازيمبي في نسق تصاعدي عبد المنعم
تمشي كرة طويلة، فؤاد في دار الدفاع، كرة من وسام، خليه في دار مرياح، خطير جدا وسام، ابو علي التسديده والدفاع والضغط. النادي الاهلي يرتفع نسق الان. قلت الاهلي فريق الشوط الثاني في الشوط الاثنين يمشي على طريق هاني والشوطه وخطيره جدا وقريبه جدا من مرمى نبيش. وفي راي الصفاره تسلل على بيرسي تاو. تغيرت المعطيات. الان يريد خطف الهدف، يريد ان يلعب النهائي من الشوط الاول في رادس. برشا نقاشات، قد تكون هناك نوع من مؤاخذات ايضا على كارتوز اليوم في نهائي افريقي. الان 65 دقيقه من لا يجازف، لا تنتظره الحياه. بديل الشحات وممكن افشا بديل عاشور. خيارات الكره الاخيره والكره ترجع للنادي الاهلي، يضغط علي الغيلان، تمشي كره وسط الميدان خطيره جدا في دار الدفاع. بيرسي تاو هو الكنترول خان الشباب الافريقي. مش ممكن في دار الدفاع، كره صعيبه في دار الدفاع. بالفعل كرة خطيرة، هو الدفاع يتصدى من عواد يأمن الكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، محاولة عن طريق خطير يوسف الفحلي. اتلعبت الكرة، شتت سريعا فتوح والفحلي، تسديدة غير متقنة. ضربة مرمى لصالح الزمالك للمرة التاسعة أعزائي المشاهدين. نهائي الكونفدرالية عربيا خط. وصلنا للدقيقة 7 ورمي التماس لنهضة بركان. يقطع فتوح إلى سامسون، مستني الكرة سامسون تتقطع مرة ثانية مع بركان خطيرة جدا. الفحلي عايز يعدي، يشتت من جديد دفاع نادي الزمالك ويسقط الفحلي مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. وحكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب. محاولات مستمرة من لاعبي نهضة بركان للحصول على ضربة جزاء. 3 مرات حتى الآن يسقطون داخل منطقة الجزاء. ادي الإعادة، ادي الفحلي مع حسام عبد المجيد ومرة ثانية بيسقط بمفرده تماما. هل هيتدخل حكم اللقاء؟ بياخد وقته الحكم الكيني صاحب ال 41 سنة بيتر واويرو كام، اللي أدار مباراة المغرب ومصر في نهائي أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب. وفي النهاية يذهب إلى داخل الملعب ويشير بضربة جزاء أن يكون أكثر ثباتا. يجب أن لا يأخذ القرار، يجب أن يكون أكثر ثباتا وينتظر يوسف دا يسدد إلى داخل المرمى. هدف أول لنهضة بركان. يوسف دايو يحرز الهدف الأول لنهضة بركان أعزائي المشاهدين في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. 1-0 لنهضة بركان. قلت لحضراتكم يوسف دايو بيستنى، للأسف عواد اترمى بدري، سهل عليه المهمة، سهل المأمورية. نهضة بركان يتقدم بهدف لا شيء. لاعب منتخب بوركينا فاسو يوسف دايو صاحب 30 سنة، اللاعب اللي شارك أمام الزمالك في نهائي 2019، صاحب ال 71 مباراة دولية مع منتخب بوركينا فاسو، واللي لعب 4 أفريقيا 2017 و2019 و2021 و2023. حكم اللقاء لم يعطي الإذن بالتنفيذ حتى الآن. أخيرا يطلق صافرته وديزيزو العرضية حلوة ولكن يشتتها سريعا قلب الدفاع عبد الحق عسال إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لصالح الزمالك. لعبة حلو زيزو في اتجاه المرمى، كانت ذاهبة إلى حمزة المثلوثي، ولكن العسال يحول الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية. ثاني ضربة ركنية. 5 من لاعبي بركان داخل منطقة جزاء الزمالك في انتظار الكرة العرضية. وادي العرضية على الآن البعيد وضربة الرأس وهدف ثاني لنهضة بركان. كرة عرضية بالونية، لم يخرج محمد عواد كالعادة، تتلعب بضربة رأس ضعيفة تتهادى إلى داخل الشباك. وهدف ثاني لنهضة البركان، والأمور تزداد صعوبة على لاعبي نادي الزمالك. حذرنا كثيرا من الكرات الثابتة وقلنا يجب لاعبي الزمالك يكونوا أكثر بخلا في إعطاء فريق نهضة بركان ضربات ركنية أو كرات ثابتة. هذه الكرة العرضية اتلعبت من محمد المرابط، ودي ضربة الرأس بجوار القائم الأيمن تخالف محمد عبد
عواد وتتهادى الى داخل الشباك معلنه عن هدف ثاني لفريق بركان لتصبح النتيجه 2-0. ضربه الراس من عادل تحيف لتصبح النتيجه 2-0. عادل تحيف يسجل هدفه الشخصي الثالث في دفاعات فريق نهضة بركان. لسه محمد شحاته يكسب ارض للجزيري، عايز يستلم بظهره فتوح، يا ولد شحاته الفتوح من جديد. فين العرضيه بقى يا ولد على المراوغه لما والثانيه وضربه راس، ضربه راس ينقذها الحارس، ضربه راس من الجزيري يتعامل معها الحكم كده. ضربه الراس كانت محتاجه قوه، ولكن ضربه الراس من الجزيري تعامل معها الحارس حمزه حمياني وانقذ مرماه من هدف اول للزمالك. لكن كويس بدأ الزمالك يظهر هجوميا، بدأ يشكل خطورة على مرمى نهضة بركان. لابد أن نسجل يا شباب، لابد للزمالك أن يزور مرمى نهضة بركان في وبالفعل حكم الكيني بيتر ووين كاماكو يطلق صافرة ختام الشوط الأول أعزائي المشاهدين، يطلق صافرة ختام الشوط الأول أعزائي المشاهدين معلنا ضربة البداية من نصيب نهضة بركان في الشوط الثاني. نهضة بركان على يمين بالطاقم البرتقالي في الأسود، الزمالك في الشوط الثاني على يساره اليها الباك الشمال حمزه الموساوي، ودي رمي التماس للزمالك. عمر جابر على التنفيذ، حلوه لزيزو، يتقدم زيزو يلعب عرضيه جوه 18. ادي الجزيري ضربه، الله اراد هدف، الله اراد هدف، لسه في كده، لسه في جمال كده. هو ده الزمالك، هو ده الهدف الاول، هي دي الفرحه الاولى للفارس الابيض. خد عرضيه من زيزو، خد راسيه من الجزيري، واديني الهدف الاول للزمالك، اديني الاولى للزملكاويه. الله يا جزيري، الله الله يا زيزو، الله يا سلام على العرضيه يا ولد، يا سلام على العرضيه يا ولد، ويا سلام على ضربه راس من الجزيري. تسلم دماغك يا جزيري، تسلم دماغك يا جزيري. العرضيه من زيزو وضربه الراس من الخديوي، ضربه الراس من سيف الجزيري تعلن عن اول اهداف الزمالك. 2-1 الان. تفرق كتير، تفرق كتير يا جماعه. نشم نفسنا بقى، نشم نفسنا بقى ونلعب خالد العيد مره والثانيه. حكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب، قسم الكره في الجانب الايمن. يوسف الفحلي وحسام، يوسف الفحلي وحسام، عرضيه الفحلي، يا سلام يا عمر، مغطي عمر جابر على 18. تسديده تصطدم بالدفاع وتتحول الى خارج الملعب، ضربه ركنيه. تغطيه عكسيه مميزه جدا من عمر، ضم للداخل بطريقه جيده، تواجد في المكان المناسب، شتت الكره القادمه من الكره العرضيه من حضراتكم. وكما تابعنا في الايام الماضيه نادي الزمالك تقدم باحتجاج رسمي للكاف على تعيين التونسي هيثم قيراط حكما للفار. معلومه فقط لمن ادي تسديده من مسافه بعيده ولكن الى خارج الملعب، تسديد قويه الى خارج الملعب عن طريق اللاعب الخطير يوسف مهري القادم من حسنيه اغادير هذا الموسم. سجل 5 اهداف في الدوري المغربي هذا الموسم. تسديده يا دوبك تلمس السوق. ايوب خيري، تتلعب الكره في وسط الملعب. محمد المرابط، عده تمريرات للاعيبه نهضه بركان. ياسين البحيري، ادي كره اماميه خطيره جدا جوه 18. يتدخل عواد، يا ولد ينقذ عواد على الموقف. استلام خطير جدا. ادي الاعاده، استلم في ظهر عمر جابر، لعب الكره في اتجاه المرمى ولكن عواد كان متواجد في المكان المناسب. حمزه الموساوي تلقى تمرير من يوسف مهري، ده تمرير خطر جدا لحسام عبد المجيد، خلصها الفتوح. فتوح يضم للداخل، يلعب كره اماميه في اتجاه الجزيري، يتقدم الجزيري 1 ضد 1، لو عدى لو فات، يلا جزيري يلا جزيري يلا جزيري. الملعب لزيزو، هيسدد ولا ايه؟ هيسدد ولكن الى خارج الملعب، بيركنها على طريقه البنالتي، على طريقه ضربه الجزاء. زيزو فرصه كبيره تضيع، كان ممكن يسدد بقوه. زيزو كان في مكان مميز جدا جدا جدا، تلقى تمريره حلوه من سيف الجزيري ولكن زيزو لم يحسن هذه المرة، ركنها بباطن القدم اليمنى ولكنها تمر بجوار القائم. فرصة كبيرة تضيع من زيزو، مين بضربة رأس روعة في الدقيقة 46. هذه أحد الجماهير وعالم فلسطين الحبيبة، وتحية من كل من في الملعب. تروح سهلة لحسام عبد المجيد، وفي هذه الأثناء يطلق حكم اللقاء صافرة الختام.
عواد يأمن الكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، محاولة عن طريق خطير يوسف الفحلي. لعبت الكرة، شتت سريعا فتوح والفحلي، تسديدة غير متقنة. ضربة مرمى لصالح الزمالك للمرة التاسعة أعزائي المشاهدين. نهائي الكونفدرالية عربيا خط، وصلنا للدقيقة 7 ورمي التماس نهضة بركان. يقطع فتوح إلى سامسون، مستني الكرة سامسون تتقطع مرة تانية مع بركان، خطيرة جدا. الفحلي عايز يعدي، يشتت من جديد دفاع نادي الزمالك، ويسقط الفحلي مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، وحكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب. محاولات مستمرة من لاعبي نهضة بركان للحصول على ضربة جزاء، 3 مرات حتى الآن يسقطون داخل منطقة الجزاء. ادي الإعادة، ادي الفحلي مع حسام عبد المجيد، ومرة تانية بيسقط بمفرده تماما. هل يتدخل حكم اللقاء؟ بياخد وقته الحكم الكيني صاحب ال 41 سنة بيتر واويرو كامبو، اللي أدار مباراة المغرب ومصر في نهائي أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب. وفي النهاية يذهب إلى داخل الملعب ويشير بضربة جزاء أن يكون أكثر ثباتا. يجب أن لا يأخذ القرار، يجب أن يكون أكثر ثباتا وينتظر يوسف دا يسدد إلى داخل المرمى. هدف أول لنهضة بركان. يوسف دايو يحرز الهدف الأول لنهضة بركان أعزائي المشاهدين في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. 1-0 لنهضة بركان. قلت لحضراتكم يوسف دايو بيستنى، للأسف عواد اترمى بدري، سهل عليه المهمة، سهل المأمورية. نهضة بركان يتقدم بهدف لا شيء. لاعب منتخب بوركينا فاسو يوسف دايو صاحب 30 سنة، اللاعب اللي شارك أمام الزمالك في نهائي 2019، صاحب ال 71 مباراة دولية مع منتخب بوركينا فاسو، واللي لعب 4 أفريقيا 2017 و2019 و2021 و2023. حكم اللقاء لم يعطي الإذن بالتنفيذ حتى الآن. أخيرا يطلق صافرته، ودي زيزو العرضية حلوة ولكن يشتتها سريعا قلب الدفاع عبد الحق عسال إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لصالح الزمالك. لعبها حلو زيزو في اتجاه المرمى، كانت ذاهبة إلى حمزة المثلوثي، ولكن العسال يحول الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، ثاني ضربة ركنية. 5 من لاعبي بركان داخل منطقة جزاء الزمالك في انتظار الكرة العرضية. وادي العرضية على الآن البعيد، وضربة الرأس، هدف ثاني لنهضة بركان. كرة عرضية بالونية، لم يخرج محمد عبد كالعادة، تتلعب بضربة رأس ضعيفة تتهادى إلى داخل الشباك، وهدف ثاني لنهضة البركان، والأمور تزداد صعوبة على لاعبي نادي الزمالك. حذرنا كثيرا من الكرات الثابتة، وقلنا يجب لاعبي الزمالك يكونوا أكثر بخلا في إعطاء فريق نهضة بركان ضربات ركنية أو كرات ثابتة. هذه الكرة العرضية اتلعبت من محمد المرابط، ودي ضربة الرأس بجوار القائم الأيمن تخرج محمد عواد وتتهادى إلى داخل الشباك، معلنة عن هدف ثاني لفريق بركان لتصبح النتيجة 2-0. ضربة الرأس من عادل تحيف لتصبح النتيجة 2-0. عادل تحيف يسجل هدفه الشخصي الثالث في دفاعات فريق نهضة بركان. لسه محمد شحاتة يكسب أرض للجزيري، عايز يستلم بظهره، فتوح يا ولد، شحاتة فتوح من جديد. فين العرضية بقى يا ولد على المراوغة، لما والثانية وضربة رأس ينقذها الحارس. ضربة رأس من الجزيري يتعامل معها الحكم كده. ضربة الرأس كانت محتاجة قوة، ولكن ضربة الرأس من الجزيري تعامل معها الحارس حمزة حمياني وأنقذ مرماه من هدف أول للزمالك. لكن كويس، بدأ الزمالك يظهر هجوميا، بدأ يشكل خطورة على مرمى نهضة بركان. لابد أن نسجل يا شباب، لابد للزمالك أن يزور مرمى نهضة بركان في وبالفعل الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو يطلق صافرة ختام الشوط الأول أعزائي المشاهدين، معلنا ضربة البداية من نصيب نهضة بركان في الشوط الثاني. نهضة بركان على يمين بالطاقم البرتقالي في الأسود، الزمالك في الشوط الثاني على يسار كده. قرب إليها الباك الشمال حمزة الموساوي، ودي رمي التماس للزمالك. عمر جابر على التنفيذ. حلوة لزيزو، يتقدم زيزو يلعب عرضية جوه 18. ادي الجزيري ضربة، الله أراد هدف، لسه في كده، لسه في جمال كده. هو ده الزمالك، هو ده الهدف الأول، هي دي الفرحة الأولى للفارس الأبيض. خد عرضية من زيزو، خد رأسية
عكسيه من الجزيري ويديني الهدف الاول للزمالك، اديني الفرحه الاولى للزملكاويه. الله يا جزيري، الله الله يا زيزو، الله. يا سلام على العرضيه يا ولد، يا سلام على العرضيه يا ولد، ويا سلام على ضربه راس من الجزيري. تسلم دماغك يا جزيري، تسلم دماغك يا جزيري. العرضيه من زيزو وضربه الراس من الخديوي، ضربه الراس من سيف الجزيري تعلن عن اول اهداف الزمالك. 2-1 الان. تفرق كتير، تفرق كتير يا جماعه. نشم نفسنا بقى، نشم نفسنا بقى ونلعب ونعمل لعيب مره والثانيه. حكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب. قاسم الكره في الجانب الايمن، يوسف الفحلي وحسام، يوسف الفحلي وحسام. عرضيه الفحلي، يا سلام يا عمر، مغطي عمر جابر على 18. تسديده تصطدم بالدفاع وتتحول الى خارج الملعب. ضربه ركنيه، تغطيه عكسيه مميزه جدا من عمر. ضم للداخل بطريقه جيده، تواجد في المكان المناسب، شتت الكره القادمه من الكره العرضيه من حضراتكم. وكما تابعنا في الايام الماضيه نادي الزمالك تقدم باحتجاج رسمي للكاف على تعيين التونسي هيثم قيراط حكما للفار. معلومه فقط لمن ادي تسديده من مسافه بعيده ولكن الى خارج الملعب. تسديده قويه الى خارج الملعب عن طريق اللاعب الخطير يوسف مهري القادم من حسنيه اغادير هذا الموسم. سجل 5 اهداف في الدوري المغربي هذا الموسم. يطلق تسديده يا دوبك تلمس السوق. ايوب خيري، تتلعب الكره في وسط الملعب. محمد المرابط، عده تمريرات للاعبي نهضه بركان. ياسين البحيري، ادي كره اماميه خطيره جدا جوه 18. يتدخل عواد، يا ولد ينقذ عواد على الموقف. استلام خطير جدا. ادي الاعاده، استلم في ظهر عمر جابر، لعب الكره في اتجاه المرمى ولكن عواد كان متواجد في المكان المناسب. حمزه المساوي تلقى تمرير من يوسف مهري. تمرير خطر جدا لحسام عبد المجيد، خلصها الفتوح. فتوح يضم للداخل، يلعب كره اماميه في اتجاه الجزيري. قدم الجزيري 1 ضد 1، لو عدى لو فات. يلا جزيري، يلا جزيري، يلا جزيري. عند الملعب لزيزو، هيسدد ولا ايه؟ هيسدد ولكن الى خارج الملعب. بيركنها على طريقه البنالتي، على طريقه ضربه الجزاء. زيزو فرصه كبيره تضيع، كان ممكن يسدد بقوه. زيزو كان في مكان مميز جدا جدا جدا. تلقى تمريره حلوه من سيف الجزيري ولكن زيزو لم يحسن هذه المرة. ركنها بباطن القدم اليمنى ولكنها تمر بجوار القائم. فرصة كبيرة تضيع من زيزو. مين بضربة رأس روعة في الدقيقة 46. هذه أحد الجماهير وعلم فلسطين الحبيبة، وتحية من كل من في الملعب. تروح سهلة لحسام عبد المجيد. وفي هذه الأثناء يطلق حكم اللقاء صافرة الختام